يا جماعه مارسيلو اتهور. ايوه اسمع مني زي ما بقول لك كده، مارسيلو اتهور في التصريحات. مارسيلو كده طلع بتصريحات صدقني هيندم عليها. نصيحه مني يا عم مارسيلو ان انت ترن على صاحبك وصديقك كريم بنزيما وتساله مين النادي الاهلي، ان هو غلط نفس غلطتك كده وفي الاخر عرف هو مين النادي الاهلي. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسلامه. فيديو النهارده كده فيديو عباره عن تصريحات. احنا هنقول تصريحات بس، واهمهم تصريحات مارسيلو عن النادي الاهلي ومواجهه النادي الاهلي. اهم طبعا هي تصريحات الكوتش مستر كولر عن مواجهه نادي فلومينينسي البرازيلي. احنا معانا شويه تصريحات نار. يلا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا اللي ان شاء الله باذن الله هيعجبك، نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وندعي الوالد بالرحمه. ويلا بينا يا مان. النادي الاهلي في مواجهه نادي فلومينينسي البرازيلي في مباراه مرتقبه جدا ومباراه ذات اهميه كبيره للنادي الاهلي. من وجهه نظري واحده من اهم مباريات النادي الاهلي في التاريخ، لان المباراه دي كفيله ان احنا نحقق حلم أول مرة يحصل في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1907. إن شاء الله بإذن الله لو فزنا بالمباراة دي هنوصل نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. المباراة مهمة جدا وإن شاء الله بإذن الله تخلص أهلاوية. يا رب يا رب انصرنا. غلابة والله. المهم خلينا في موضوعنا. قائد نادي فلومينينسي البرازيلي هو مارسيلو، الباك الشمالي البرازيلي غني عن التعريف، نجم ريال مدريد. طلع بتصريحات كده فيها تقليل من النادي الاهلي. ايوه زي ما بقول لك كده، فيها تقليل من النادي الاهلي. ويا ويله يا سواد ليله اللي يغلط في النادي الاهلي واللي يقلل من النادي الاهلي. النجم ده قال ايه بقى؟ قال لك انا سعيد جدا وحسيت بالراحه جدا بعد اقصاء الاتحاد السعودي، الاتحاد اللي فيه نجوم كتيره مثل فابينيو وكانتي وبنزيما. لا اقلل من النادي الاهلي، اعلم انه الاكثر مشاركه في البطوله. لم ناتي الى المملكه العربيه السعوديه من اجل المركز الثالث، العقبه الوحيده عندنا هي مانشستر سيتي، فاحنا كده كده متاكدين ان احنا واصلين نهائي. ده كلام الاسطى مارسيلو. بص بقى يا معلم، انت ممكن ما تعرفش النادي الاهلي كويس زيك زي صاحبك كريم بنزيما لما قال انا لا اعلم النادي الاهلي، انا ما اعرفوش طبعا. فطبعا عرفوا مره واثنين وثلاثه، ده امر منتهي طبعا. التصريحات اللي انت قلتها دي بالنسبه لي مهمه جدا، والتصريحات دي في صفنا، التصريحات دي في ملعبنا، لان النادي الاهلي بيحب اللي يستفزه قوي. لعيبه النادي الاهلي بتحب اللي يستفزها، زي جمهور الاتحاد كده لما استفز لعيبه النادي الاهلي. شوف بقى لعيبه النادي الاهلي عملوا ايه. وكون اصلا ان انت تقلل من الخصم بتاعك وتقلل من النادي الاهلي عم مارسيلو، فدي اول اسباب الخساره، الثقه الزايده وعدم احترام الخصم. فالرد في الملعب ان شاء الله، واكيد اللعيبه وصل لها التصريح المهم ده. نروح بقى للتصريحات المهمه جدا وهي تصريحات مستر كولر. مستر كولر قال ان انا املك الخبره الكامله اللي تخليني اتعامل مع الانتقادات، لكن في الاهلي التعادل بمثابه هزيمه، والهزيمه تعد كارثه في النادي الاهلي. وده صح جدا، واي مدير فني بيمسك النادي الاهلي لازم يطلع بالمعلومه دي، لازم يعرف سيستم النادي الاهلي، وده فعلا صح في النادي الاهلي وده مبدا في النادي الاهلي. قال عن نادي فلومينينسي ان هو شاهد مباراه واحده للنادي ده، وهو فريق يملك العديد من المواهب، لكن كره القدم هي رياضه جماعيه. وقال كمان ان انا ساشاهد مباريات كتيره لنادي فلومينينسي، هنحط الخطه المناسبه للفريق ده. وقال بقى نقطه مهمه جدا، قال لكن نؤمن باننا لدينا امكانيات ان احنا نقدم مستويات رائعه واداء رائع جدا امام نادي فلومينينسي البرازيلي. ختم بمباراه فلامينجو البرازيلي وقال ما حدث امام فلامينجو البرازيلي في المباراه السابقه اصبح من الماضي، وعلينا وضع الخطه واللعب بثقه وان شاء الله هنفوز. هو ما قالش ان شاء الله هنفوز، يعني انا اللي ايه بجود يعني. كانت اهم تصريحات مستر كولر، وطبعا تصريحات مستر كولر دايما بتكون صحيحه ودايما عنده خبره كبيره جدا وخبره كافيه ان هو يطلع التصريح صحيح والتصريح في ميعاده والتصريح في توقيته. بصراحه انا واثق جدا في مستر كولر، وفي المباريات الكبيره لا يغزلك مستر كولر ولا يغزلك النادي الاهلي. ويا جماعه احنا فخورين ان احنا بنشجع النادي الاهلي. انا مبسوط جدا بكوني واحد اهلاوي. يا جماعه انا بشجع فريق يشرفني، يا جماعه انا بشجع فريق يرفع راسي في المحافل الكبيره، يا جماعه انا بشجع فريق لو بلاعب فريق جماهيري زي مثلا زي الاتحاد السعودي وسمعنا هياط وصياح قبل المباراه، فريقي لا في الملعب بيرد اعتباري وبيرفع راسي وبيخليني اقدر ابص احط عيني في عين التخين واحفل على التخين. يا جماعه انا بشجع النادي الاهلي. وبس كده يا سيدي، وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك، اشتراك، حاجات حلوه زيك كده. ولو الحلقه عجبتك اعمل اشتراك علشان الحلقات اللي جايه كتير. والسلام.